ماهر بيقول لك ماهر مش عارف ايه كده، ايه رايك في سب الشيخ محمد حسان؟ انت سبيتي الشيخ محمد حسان؟ انا ما سبتوش، انا قلت محمد حسان ما قلتش الشيخ. قالوا لي ان انا كافره. يعني انت ما شتمتوش بس؟ لا، كنت بتكلم عليه وبقول ده محمد حسان بيقول تمام، فقالوا لي اسمه الشيخ يا انسه، كاني يعني يا بس ده السب. ده السب. طب يا ماهر، هي بتقول انها ما سبتش، مع اني ضده طبعا. انا ضد يعني سواء محمد حسان او الشيخ محمد حسان ايا كان الناس بترضى بايه، لكن انا ضده. طيب في واحد بيسالك، ميدو بيسالك، اسالها بالله عليك اتجوزتي؟ لا لسه. ما انت مش فاضيه بقى، انت هترضي لجوزك ولا هترضي للشارع ده؟ لا ملهاش علاقه على فكره. في يعني ناس كتير يعني سيدات هنا في مصر فاضلات كانوا بيهتموا ببلدهم وبيهتموا بس يا اما انت في مظاهره يا اما مسافره بره. طب يعني ما هو دي برضه حياه صعبه شويه. ايوه، ما هو دلوقتي انا لوحدي، لكن اكيد يوم ما هرتبط بانسان احنا الاثنين بنحترم بعض وهيبقى فيه بيننا تنازلات وكل حد فينا بيدي للتاني طبعا. سؤال حماده يوسف بيسالك، انت اسماء نفسك مين يمسك مصر؟ راجل يختار الناس باقتناع، ويبقى ما يبقاش السلطه كلها في ايده، ما يمشيش كل حاجه على دماغه. مين من المرشحين اللي موجودين؟ انا بحترم اكتر من حد دلوقتي، لكن انا مش هرشح حد، انا هقطع الانتخابات. يعني انا بحترم ابو الفتوح جدا، بحترم خالد علي جدا جدا، بحترم البرادعي جدا، حازم صلاح ابو اسماعيل بحترمه جدا، لكن مع احترامي الكامل ليهم انا مش مؤمنه. وبحترم طبعا الاستاذ ابو سينا كامل يعني، لكن مش هينفع ننتخب في ظل هتبقى تمثيليه ومعروف مسبقا مين اللي جاي. مين اللي جاي؟ هما حد من الاثنين، يا عمرو موسى يا منصور حسن. هيثم جاد بيقول لك داعي الكلاب تعوي والقافله تسير. لا برضه اعترض. انت حاطه صوره عمرو موسى عندك على الفيسبوك؟ لا، كان بعد الثوره تمام. انا كنت من الناس اللي في خلال ال 18 يوم عندي امل، قلت ايه هو يعني من النظام القديم بس يعني احسنهم شويه على عمرو موسى دايما. فبقعد اقول انا ماشي الاستاذ عمرو موسى ان هو يتكلم يقول اي حاجه، ما اتكلمش وما كانش ليه موقف. وبتحبه لا ما كنتش بحبه، بس يعني انا كنت بدور على اي شخصيه تقدر تطلعنا من الازمه، وهو ما ساعدش. وبعدين هو كلمني بعدها ورحت وقابلته واتصورت معاه، بس هو وصفك بانك زعيمه؟ للاسف. للاسف ليه؟ للاسف ليه انك زعيمه؟ عشان حسيت ان هو بينافقني. عمرو موسى بينافقك؟ انت أيوة مش عايزه تلمي الليله دي اسماء ليه؟ ده احنا بنلمك من يعني مش معقوله يعني. خلاص قولي اي كلام، قولي يعني. ايوه ما ينفعش. بينافقك ازاي؟ انا ما بحبش النفاق. يعني انا بحترم جدا على فكره اي حد في الشارع يجي يقول لي على فكره انا ما بحبكيش، حقه ان هو يقول لي كده. لكن حد يجي يقول لي ده انت عظيمه، طب قال لك زعيمه، قولي راجل لطيف. لا مش يعني لطيف. لا عمرو موسى مش طب حاطه صورتك معاه ليه؟ اتصورنا سوا وحطيتها تاني على على الفيسبوك، وقلت يا جماعه انا قابلت عمرو موسى، وده كان نص الحوار اللي دار ما بيني وما بينه، وهو كان بياخد رايي وراي الشباب اترشح ولا ما اترشحش. على كل حال